10/7/2016. ده كان اول يوم انا انزل فيه فيديو على الشانل بتاعتي. لو انت you're not interested ان انت تعرف behind the scenes بتاعت الشانل دي او ايه اللي حصل وازاي انا بدأت الشانل، ولو انت حابب ازاي ان انت تبدأ يوتيوب شانل اصلا، فمش لازم تكمل الفيديو يعني، عشان ايه؟ انا كل هو دوت اللي انا هتكلم فيه النهارده. تعالوا نبدأ من الاول خالص. هحكي لكم انا بدأت القناة ازاي وايه اللي حصل. في الاول انتوا عارفين لما حد بيجي يقول ان اللي هو انا اتولدت في يوم بس اتكتبت في يوم تاني، هو ده بالظبط نفس بالنسبه لي، هو ده اللي حصل في الشانل. انا الشانل بتاعتي اتولدت آلاء غبورز شانل، اتولدت يوم 10/7/2016. اللي حصل ان انا نزلت حوالي 3 أو 4 فيديوهات من 10/7 لحد 31/7، وبعد كده وقفت القناة لمدة 2 أو 3 ورجعت بعد كده كملت فيها اللي هو بانتظام لحد النهاردة الحمد لله. بص، في الاول بقى رحت اصلا قلت لبابا وماما ازاي انا رحت دلوقتي، قلت لبابا وماما انا بفكر افتح قناة على اليوتيوب. قالوا لي ماشي، هما فاهمين انا يعني عادي كده، عارفين ان هو بنتكلم عادي وبهزر. قالوا لي ماشي اعملي يعني. قلت لهم لا انا مش بهزر انا اتكلم بجد. قالوا لي طب ماشي، هي ايه المشكله؟ ما تعملي اللي انت عايزاه، بس عايزه عن ايه وكده؟ قلت لهم يعني انا عايزه نفسي ان انا اشجع البنات ان هم اللي نفسها تتحجب او اللي محجبه واللي قلت في الثقه من نفسها، ونفسي ان انا عارفين يا جماعه I believe بجد ان يوتيوب دوت مكان مليان inspiration بشكل غير طبيعي. يعني انا لما كنت في اي وقت بكون متضايقه او في اي وقت كنت ببقى عايزه افكار، كنت بقوم ادخل على اليوتيوب. وساعات لما كنت ببقى عايزه بس ابتسم او اضحك ويغير لي مودي ويغير لي يومي، بقوم ادخل على اليوتيوب. فانا كان نفسي ان انا اعمل ده للناس اللي قدامي، يعني نفسي انا اللي اعمل ده للناس، للمصريين، للعرب، للناس اللي في سني and so on. فماما وبابا قالوا لي طب خلاص اعملي، وبدات بان انا نزلت اول فيديو على اليوتيوب، وعايزه اقول لكم ان هو كان حاجه بشعه. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا دي اول مره ليا صور فيها فيديو، وكنت بس عايزه اتكلم في موضوع. كنت لقيت بنات كتير قوي بيتكلموا على فيسبوك والسوشيال ميديا عامه، محجبات، ان هم ما بقوش يلاقوا هدوم ليهم بسهوله لما بييجوا يدخلوا محلات، وده حقيقي يعني. عامة هتلاقوا الفيديو موجود في الديسكريبشن بوكس تحت، انا ما مسحتوش عشان انا حابة ان الناس تشوف انا كنت فين وبقيت فين. الفيديو ده يا جماعة كان بشع. عايزة اقول لكم ان انا كنت اساسا كاتبة لنفسي سكريبت وحافظاها، اللي هو طلع اقول ايه كذا 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 وخلاص يعني. لكن بصوا بجد دلوقتي انا والله العظيم انا لما قلت ان النهارده 10/7 وكملت سنة على اليوتيوب، قلت انا هطلع ان انا ايه اتكلم بتلقائيه واتكلم والكلام يجي من قلبي and so on. وساعتها انا فاكره ان انا كنت متوتره جدا جدا لدرجه ان قلبي كان قاعد بيدق بيدق بيدق، واختي هي اللي ماسكه الكاميرا وشغاله اللي هو ايه، هي حرام كانت متوتره لي، فهي ماسكه الكاميرا وايديها قاعده بتتهز وانا بقى اديتنج كان بشع. فانا حاولت يعني، وكان مشروع فاشل، حاولت ان انا اعالج الهزه اللي هي كانت بتتهز بايديها دي عن طريق ان انا اجود في الاديتنج، فهبلت هبل غير طبيعي. عامه هتلاقوا الفيديو موجود في الديسكريبشن بوكس تحت. المهم نزلت اول فيديو، وعارفين انا كنت عايزه حد يشجعني، يعني انا ما كنتش في احتمال وما كنتش هقدر ان حد يقوم يقول لي كلمه وحشه، عشان انا كان نفسي ان انا اكمل. المهم فروحت قلت لايه، انا منزلاه على يوتيوب فمحدش هيشوف، فقمت رحت قلت للناس من صحابي اللي انا عارفه ان هم هيشجعوني، رحت بعت لهم الفيديو قلت لهم بصوا كذا وكذا، وقاموا قالوا لي ايوه حلو قوي وكملي وكيب ات اب يا الاء وخلاص، وكلمتين كده وخلاص. بعد الثالث او رابع فيديو قلت ايه، لا ما انا لازم انزله بقى ايه، عايزه اشيرت على فيسبوك عشان وايدر سيركل تشوفوا. ما هو الناس يعني ايه، كانوا مثلا 4 سبسكرايبرز ان هم ماما وبابا واخواتي يعني، بس اللي عندي طب حد من صحابي. المهم فقمت ايه، قلت انا هشيرت على فيسبوك. وساعتها انتوا مش متخيلين انا كنت خايفه قد ايه، انا خايفه من كلام الناس، انا خايفه ده هيقول ايه، انا خايفه دي هتقول ايه، وكنت بقى بخلق حوارات في دماغي في الباك جراوند في دماغي، يعني ان لا ده هيتريق، ان لا ده هيقول مش عارفه ايه and so on. المهم بعد لما شيرته على الفيسبوك، دي بقى اللي خلتني اوقف الحركه، دي هي اللي خلتني اوقف، عشان انا قمت لقيت ان انا في حد، وعلى فكره حد هو قريب مني، قعد يقول لي ايه،
هسألك سؤال، هو انا لو بقلب في فيسبوك ولقيت فيديو الاقي واحده ما اعرفهاش وفيديو مش عارفه لمين اعرفه، هقوم اتفرج على الفيديو بتاع الاء؟ هو انت فاهمه نفسك داعيه؟ هو ايه الشغل اللي انت بتعمليه ده؟ هو مين اصلا هيتفرج عليكي؟ وكلام كده ساعتها ضايقني قوي، وقمت قلت لا انا فعلا ما بعملش حاجه، ووقفت فعلا. وقعدت مثلا شهرين او 3 شهور، كانت بالنسبه لي اجازه الصيف كلها اللي هي كنت ممكن اقدر اعمل فيها حاجات كتيره قوي، متوقفت تماما فيديوز على اليوتيوب. عارفين خلال الشهرين دول حصل ايه؟ حصل ان الفيديو بقى بدأ يوصل لناس ما اعرفهمش، فالناس دي بدأت تكتب لي كومنتات ما شاء الله عليكي استمري، وحاجات بسيطة قوي. عايزين ناخد من هنا بس رسالة. الرسالة هي ان خلي بالك ان انت اي كلمة بتقولها لاي حد، حتى لو اقرب الناس ليك، حتى لو انت فاهم ان هو متعود عليك، حتى لو انت متخيل ان هو مش هيتضايق منك، هي بتفرق. فاعمل حساب لكل كلمة انت بتقولها، تنقي الفاظك وتنقي كلماتك اللي انت تقولها للناس اللي قدامك، عشان بتأثر في نفسية كل حد. اللي قال لي الكلمة دي ما يعرفش ان هو كان سبب ان هو خلاني اوقف عمايل على يوتيوب، والله اعلم كنت ممكن اعمل ايه في الشهرين دول، حاجات كتيرة قوي حلوة. المهم ندخل بقى على المرحلة التانية. جيت بعد الشهرين ما خلصوا وبدأت ان انا الاقي كومنتات الناس بتقولي حاجات حلوة، رحت قلت لماما ماما انا نفسي ارجع تاني على يوتيوب. قالت لي ما ترجعي. قلت لها بس انا خايفة، يعني الناس بتتكلم، انا مش عايزة حد يقول حاجة and so on. قالت لي بصي يا آلاء، انت لا بتعملي حاجة عيب ولا بتعملي حاجة حرام ولا بتأذي حد ولا بتضري حد، يبقى خلاص محدش ليه عندك حاجة. قمت قلت لها عارفين ماما ساعتها ادتني يعني ايه دفعه كده قويه، قلت فعلا طب ما انا ما باذيش حد ومش بضر حد وبعمل الحاجه اللي انا بحبها، ولا وبالعكس انا موجهه نيتي ان هي تكون حاجه لله، وان يمكن اي حد يعني يستفيد من الحاجات اللي انا بعملها. قمت قلت بقول لك ايه الاء، انا هرجع. وقمت رجعت. بعد كده انا بقى جايه عشان اقول لكم اللي عايز يبدا يوتيوب شانل يعمل ايه. لو انت عايز تبدا يوتيوب شانل فدي ملهاش خطوات، ملهاش 1 2 3 او هتمشي على كذا ذن كذا ذن كذا، لا خالص. انت عايز تعمل يوتيوب شانل، انت شايف ان انت عندك رسالة، انت شايف ان انت عندك هدف، شايف ان في محتوى انت عايز تقدمه للناس، شايف انك عايز تطلع حاجة للناس او فكرة ذكية وفكرة جديدة نفسك تطلعها للناس وهتفيد الناس وناس هتحبها، خلاص go for it. انت مش مستني ايه، مفيش اي حاجه تستناها، مفيش اي حاجه تخليك تستنى. انتوا عارفين ان القرار بتاع اليوتيوب شانل بالنسبه لي ده ممكن يكون اتاخر مثلا حوالي 3 سنين، كنت دايما بقعد افكر فيه وانا دلوقتي بقوم اقول ايه يا ريتني كنت فتحت الشانل من 3 سنين، اكيد دلوقتي كنت بقيت احسن، بس الحمد لله حصل خير. فانا مش عايزه ان حد يوصل للنقطه دي ان هو يقول يا ريتني كنت فتحتها مش عارفه ايه. فانت فكرت في الموضوع والموضوع جه في بالك، خلاص يلا ابداها دلوقتي حالا. انت ايه اللي مستني ايه؟ هتمسك موبايلك وهتصور فيديو وتنزله، مفيش اي حاجه تخليك تستنى. مش عايزه حد يجي يقول لي ايه اصل انا مستني كاميرا، اصل انا مستني مش عارفه موبايل جديد عشان يصور حلو. ابدا باللي عندك. انا والله العظيم كنت ببدا بكاميرا صغيره جدا والريزولوشن مش حلو، وديت اللي فضلت بيها سنة بجد. انا الكاميرا دي بس جبتها اول رمضان الحمد لله. فانا عايزاكم ان انتوا ابداوا باللي عندكم واستغلوا الحاجات اللي عندكم وبعد كده شوفوها. عايزه اقول لكم كمان حاجه، دي انا دايما بقولها، انت مثلا ولد ونفسك ان انت تفتح قناه طبخ بطريقه جديده، بطريقه مبتكره ذكيه فيها حاجه جديده، انت شايف ان انت هتبقى اول ولد بيعمل بالطريقه الفلانيه وجيت ما فتحتهاش، بس الفكرة كانت هنا، كانت موجودة بس انت ما عملتهاش. هتيجي بعد كده ممكن تلاقي كمان اسبوع، كمان شهر، كمان سنة، ولا التاني جات له نفس الفكرة وبدأ القناة بتاعته على اليوتيوب وبدأها وعملها وهو اتشهر والناس استفادت منه والناس حبته. هتيجي تقول انا بجد الفكرة دي كانت عندي من زمان قوي، يا ريتني كنت عملتها. هتيجي بجد هو ده اللي انت هتقوله، هتقوم تندم وتغير كده، اللي هو تغيير عارفين مش بحاجه وحشه، بس تغيير اللي هو كان نفسي انا كنت بقى اول واحد عملتها. فيلا ما تستناش لو سمحت، ابداوا واعملوا، بلاش كسل، خليكم نشطه كده وتحركوا وان شاء الله توصلوا اللي انتوا عايزينه. وعامه دوت عشان تبدا في اي حاجه هو ان انت ما تكسلش وتبدا وتخلي الكلام يبدا لافعال. لو انتوا بداتوا اي حاجه او نفسكم تبداوا اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات تحت، انا بجد بحب اشوف الحاجات دي قوي وبشجعها على قد ما اقدر. وبمناسبه التشجيع فانا حابه ان انتوا يا جماعه لو سمحتوا روحوا على قناه احمد نور. احمد نور ده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولد، ربنا يحفظه ويحميه ويبارك له في اللي هو بيعمله. بيعمل فيديوهات بالانجلش عشان يحسن صوره الاسلام والمسلمين والرسول عليه افضل الصلاه والسلام
في كل مكان في العالم، وبيعملها بقى بلغه انترناشونالي، وهو ما وقفش رسالته على مصر بس، لا هو عايز يوديها العالم كله. فهتلاقوا اللينك بتاع القناه بتاعته موجود في الديسكربشن بوكس تحت، يا ريت تروحوا وتشوفوه وتدوا له رايكم، وهو لسه في الاول، فساندوه وساعدوه ودعموه، وبيقولوا له ان انتوا جايين من عند الاء. ربنا يحفظك يا احمد، وان شاء الله يا رب يعني تكون شرف للاسلام والمسلمين، والرسول عليه الصلاه والسلام يفتخر بيك يوم القيامه باذن الله، ويبارك لك في اللي انت بتعمله. انا بقى في الاخر عايزه اشكر كل واحد لو انت وصلت للنقطه دي من الفيديو، وان انت شفت 10 دقايق من وراء كواليس القناه وبيهايند ذا سينز بتاعه القناه. انا عايزه اشكركم جدا جدا جدا، عشان ذات مينز ان انت you're interested، وان انت بتحب القناه، وان انت مبسوط بيها، فان انت عايز تعرف ازاي هي بدات من الاول خالص. فانا بجد شكرا جدا جدا لكل واحد. انا عايزه اشكر كل واحد شجعني لحد النهارده، سبيشالي بقى الناس اللي هم بيكومنتوا ديلي او بيكومنتوا على طول على كل فيديو انا بنزله، عشان خلاص انا عرفتكم انتوا صحابي، والناس اللي بيكلموني على فيسبوك بيدعموني وبياخدوا رايي وانا باخد رايهم في حاجات. دول اللي بجد اللي انا عايزه اشكرهم على دعمهم ليا، عشان بجد من غيرهم انتوا اللي خلتوني اكمل. انا لو ما كنتش لقيت حد بيكتب لي كومنتات حلوه عمري ما كنت هكمل، فبجد ثانك يو سو ماتش. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم، وانا متاكده باذن الله ان شاء الله الفيديو بتاع السنه الجايه زي النهارده اكيد هيكون احسن، واكيد هيكون فيه تطور احسن. وافتكروا دايما ان practice makes perfect. ما تفتكروش ان انتوا اول حاجه هتطلعوها تبقى هي احسن حاجه، اللي انت عليك ان انت تسعى ان هي تكون احسن حاجه، ومع الوقت انت هتقدر ان انت تحسنها، لكن ما تتخيلش ان هي دي اللي هتكون بيرفكت. لا. ثانك يو سو ماتش يا جماعه على دعمكم، بجد انا بحبكم قوي قوي قوي. بس كده، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.